البيض البيض حلو، البيض كارثة من الطيور. على الأقل لما بيكبروا ما ياكلوش البيض بتاعهم. الكتاكيت بالذات لما تحط لها كل مدى البيض على العلف، تفركه كده، تفرك البيضة على العلف، بس تفركها ناعم. اللي ما ربش ما ياكلش. لازم تفركها او كده عشان ما تجيش في زور. الكتكوت البلدي ما فيش احسن منه، مهما تربي فرخة بيضة مش تبقى طعمة برضو زي الكتكوت البلدي. حتى انك تفركي فيها لما تدوبي البيضة في العلف يقوموا ياكلوها. حتى احنا كنا بنربي الفراخ اللي هي الرومي، كنا بنربيها على كده. هياكلوا بقى ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عامله لهم بقى، شوف السقايه الجميله دي ما تغرقهمش ولا تحط لهم مسقه صغننه كده وفيها طوب، لا 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 لا، السقايه دي تغنى عن اي حاجه، وما تغرقهمش ويبقوا تانهم ناشفين وحلوين، ما يجيلهمش برد. الله اكبر، زي العسل، عمر اسبوع. بعد كده بقى نحطهم في السلكه بعد ما بعد 15 يوم نحطهم في السلكه عشان يبقوا حاميين نفسهم بقى. هجيب لهم ميه، بس ده الميه دي فيها الميه دي فيها الميه فيها دواء اللي هو التحسين بتاعهم لمدة 15 يوم. هما ياكلوا ويبحتروا وينقوا اللي ببحتر.